السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو انت اول مرة تتفرج عليا اعرف ان انت هتطلع من الفيديو ده عندك معلومات كتيرة قوي عن السباحة، عندك مهارات كتيرة تقدر تطبقها لو نزلت حمام السباحة. لو ما بتعرفش تعوم خالص خلي عندك حصيلة معلومات وحركات ومهارات تقدر تأديها في المية، هتساعدك كتير ان انت تطور مستواك من مبتدئ لمحترف في وقت قليل جدا. عايز اقولك على معلومة مهمة جدا برضو، ان الفيديو ده محتوي على مجموعة مهارات. المهارات دي هتساعدك في ان انت تكون سباح محترف. المهارة اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة سهلة وبسيطة، وهنبدأ نجزأها فنيا ونتكلم على الأخطاء بتاعتها وازاي تتجنب ان انت تعملها بشكل خاطئ وازاي تعملها بشكل محترف في وقت قليل. ايه هي المهارة اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة؟ هي مهارة التيرن، مهارة الشقلبة الأمامية أو الخلفية أيا كان. الفكرة إن أنت إزاي تقدر تخلي جسمك يتكور في المية. دي مهارة سهلة جدا وبسيطة، ولكن فيها فنيات صغيرة هنتكلم فيها ونوضحها علشان توصل إن أنت تبقى بتعملها بسلاسة ومفيش أي صعوبة بالنسبة لك. مهارة الشقلبة لو أنت مدرب وعايز تعلمها اتفرج على الفيديو هتستفاد. مهارة الشقلبة لو أنت بتتمرن لوحدك أو لو أنت بتجيلك الفرصة إنك تنزل حمام سباحة برضو اتفرج على الفيديو، أكيد 100% هتعرف تعمل. رقم واحد في مهارة الشقلبة، مش ضروري تعملها على الحيطة، احنا ممكن نعملها في نص حمام السباحة بعيد عن الحيطة خالص لغاية لما نتقنها، وبعد كده نبدأ ننفذها واحنا قريبين من الحيطة علشان نستفيد بقوة الدفع اللي انت المفروض بتبقى داخل بيها على الحيطة، فبتعمل التيرن او الشقلبة، تبدأ تزق الحيطة وترجع تعوم تاني. طيب مهارة التيرن دي بتتلخص في كذا مهارة. أول مهارة وأهم مهارة ومن غيرها مش هتعرف تعملها، هيبقى الموضوع صعب عليك جدا، هي مهارة النفس. ضروري جدا يا بطل وانت بتعمل تيرن او لو بتعلم التيرن لازم السباح يكون بيطلع نفس من مناخيره. البابلز لازم يعمل زفير قوي جدا اثناء الدوران، بيكون المناخير بتتملى ميه فبتخش في الجيوب الانفيه. لو ما عملتش الزفير القوي فده طبعا بيأثر عليك او بيأثر على السباح الصغير وتلاقيه بقى هايبر ومش عايز يكمل الحركه، لان هي بتأذي المناخير، وفي نفس الوقت الميه لما بتدخل في الجيوب الانفيه بتكون مؤلمه جدا. يبقى مهم جدا ان احنا قبل ما نعمل البابلز، قبل ما نعمل الترن لازم نعمل بابلز كويس من مناخيرنا ونتعلم ازاي نعمل البابلز ده. ناخد شايك قبل الترن نعمل بابلز من مناخيرنا. طيب مهارة الترن او الشقلبة برضو قبل ما اعلمها للطفل او انا اتعلمها لازم اتعلم مهارة التقور. يعني ايه التقور يا بطل؟ يعني زي ما انت شايف كده في الصورة، انا باخد ركبتي عند صدري وببدأ امسك رجليا جامد واقرب راسي من ركبتي. مهارة التقور دي مهمة جدا لان انت في جزء فني اثناء الدوران لازم جسمك بيكون وصل لمرحلة التقور. فممكن تعمل التقور زي ما انت شايف في الصورة كده كتير بره، بعيد عن الحيطة، بره الترن خالص، تمسك رجلك وتسيب جسمك يتقور مع الحفاظ على النفس. بيبقى دي مهارة رقم واحد ان انت بتتعلم التقور. رقم اتنين مهم جدا ان انت يكون في قوة دفع. ايه اللي بيخلي جسمك يتشقلب او يلف؟ هي الرجلين. الرجلين، ضربة الرجلين مهمة جدا جوه المية، هي اللي بتدي جسمك قوة الدفع ان هو يتشقلب. الجسم كله بيروح في الاتجاه مع الراس. يعني انت لما بتقرب راسك من رجلك وبتعمل التقور قبليها بتعمل ضربة رجلين فبيبدأ جسمك يلف، بتحافظ على ثبات جسمك لغاية لما جسمك ياخد الدوران الكامل 360 درجة. في نقطة مهمة جدا برضه عايزين ناخد بالنا منها، ان احنا ممكن نتعلم مهارة الترن دي بالحبل. يعني ممكن امسك الحبل اللي انت شايفه وابدأ ان انا احاول اتشقلب عليه شقلبة 360 درجة، اللي انا بلف وارجع لنفس النقطة اللي انا بدأت منها تاني. تمام يا ابطال؟ طيب دلوقتي الترن بالنسبه بقى للمحترفين اللي بقى عارف يعمل ترن، بعد ما ادوس برجليا جوه الميه علشان ابدا عمليه الشقلبه، ما ينفعش رجليا وهي داخله الميه تنزل بقوه، لازم رجليا تنزل في الميه زي ما انت شايف بهدوء على قد ما تقدر. زائد ان انا مهم جدا اكون عملت عمليه التقور بشكل كامل، ان انا لفيت جسمي لفه كامله. ما ينفعش ان انا اطلع او يعني استعجل قبل ما جسمي يلف اللفه الكامله، لازم احترم الدفعه بتاعه الرجلين وبناء عليها انا بستنى لغايه لما جسمي يلف اللفه الكامله. طيب مهاره الترن دي احنا عندنا ليها كام شكل؟ عندنا مهارة الترن دي او الشقلبة او العودة، لو انا داخل على الحيطة وعايز ارجع في كذا شكل للترن. في ترن شقلبة بيبقى فرونت او باك، لو انا قايم باك ممكن اعمل فليب ترن باك زي ما انت شايف كده في الفيديو. انا بعمل شقلبة خلفية او شقلبة امامية.
ده على حساب العومة اللي انا عايمها. لو انا عايم كرول فانا بعمل فرونت فليب، لو انا عايم باك فانا بعمل باك فليب. طيب في ترنات تانية يا كابتن؟ في ترنات تانية عبارة عن اسمها ترن تاتش، ان انا بدخل ببقى عايم بوصل عند الحيطة بلمس بايديا الاتنين وباخد راسي وبنزل اعوم تاني وبعمل ستريم لاين وبطلع. مهارة الترن حلوة قوي ومفيدة قوي، وممكن نبدأ نعلمها للسباحين الصغيرين كلعبة في نهاية الحصة التدريبية. لو انت مثلا معاك مستوى واحد، مستوى اتنين، تلاتة، معاك اي مستوى، بنبدأ نعلمها للسباحين في في نهاية الحصة التدريبية، آخر مثلا 5 دقايق بنعمل لهم لعبة، وبمسك سباح سباح بعلمه ازاي يعمل بابلز من نوزه، وفي نفس الوقت بحاول ان انا اشقلبه شقلبة كاملة علشان ابدأ اعوده عليه، عشان لما يوصل معايا لمستوى 7 لازم يكون بيعرف يعمل تيرن. مستوى 7 لازم يكون بيقوم 50 حرة، 50 حرة، 25، فهو بيعمل تيرن في حمام السباحة ال25. فضروري ان السباح برضو من ضمن المهارات المتقدمة واللي بترفع اللياقة البدنية عنده هو التيرن او الفليب تيرن. الفليب تيرن احنا زي ما اتفقنا ممكن يكون فيه عامل مساعد في الاول اللي هو الكابتن، ممكن اخلي السباح برضو يقوم على 2 بورد ويبدأ يدوس على ال2 بورد ويتشقلب كعامل مساعد، ممكن اخلي السباح يعملها على الحبل، ممكن اخلي السباح يعملها اصلا بره المية، ان هو يعمل جامب جامد بره المية، بس طبعا الموضوع لازم يكون مؤمن علشان ما يحصلش مشاكل او اصابات. يعمل شقلبة خارجية ويبقى داخل جوه المية وهو بيتشقلب. ممكن السباح اعلمه ان هو يعملها مثلا على في البيت على الارض في مكان كده برضو يكون مؤمن ما يكونش فيه اصابات، اعلمه بس الشقلبة، وبعد كده ابدا اطبقها معاه داخل الماء. مهارة الترن او الشقلبة احنا بنستفيد بيها زي ما قلت لكم في المسافات الطويلة، علشان ما خليش السباح يقف ويطلع بره احساس المية او ديناميكية المية. لما اكون مديله مسافات طويلة مثلا بداية من اول 100، 200، 400، كل ده مهم جدا ان اخلي السباح يعمل الترن بتاعه علشان ما يطلعش بره احساس المية. الترن والشقلبة مش صعبين، الترن والشقلبة سهلين جدا، ولكن بنحتاج تنسيق في التعليم بتاعها، بنحتاج تدرج في التعليم بتاعها عشان توصل بمستوى السباح اللي معاك ان هو يكون بيعمل تيرن كويس. طيب التيرن الشقلبة برضو عايز اكلمكم في نقطة مهمة جدا، ان انا لما اجي اعلم تيرن الشقلبة لازم اتجنب الاخطاء اللي بتحصل. ما ينفعش السباح وهو بيلف يستخدم ايده نهائي، الايد ملاش اي علاقة باللف. دي من ضمن الاخطاء الشائعة، ان انا بشوف ان السباحين بيبدأ يفلفظ بايده او يحاول يزق مية علشان يبدأ يلف. لا، اللفة او الشقلبة او التيرن بتكون معتمدة زي ما قلت لكم على حركة الرجلين جوه المية. بيبقى عايم السباح بيدوس برجله الاتنين جوه المية، وراسه هي المسؤولة عن حركة الدوران بالكامل. الراس لو ثابتة عمر الجسم ما هيلف، اما الراس لو بدأت ان هي تاخد شكل الدوران فالجسم كله غصب عنك بيروح وراها مع التقور البسيط اللي انت بتعمله. ده بيساعدك ان انت تعمل مهارة التيرن بشكل كويس. لو وصلت معايا لغاية هنا يبقى انت مهتم برياضة السباحة وحابب تكمل معايا وتفهم يعني ايه مهارات ويعني ايه تيرن. انا كل يوم بنزل فيديو بتكلم فيه عن مهارات تخص رياضة السباحة، ونزلت لكم منهج محترف تماما بيتكلم من اول المهارات البدائية او المبتدئة او المهارات الاساسية لغاية المهارات المتقدمة، من اول ليفل 1 لغاية ليفل 8، ده مهارات تعليمية. اما ليفل 9 و10 دي بداية التجهيز للتدريب. هتلاقيهم عاملهم انا في فايل كده لوحده موجود في البلاي ليست القناة، بنتكلم فيه عن جميع المهارات اللي ممكن تعلمها للسباحين. طبعا بخلاف الترن احنا النهارده عاملين، يعني انا عامل الحلقه دي مخصوص او الفيديو ده مخصوص بتكلم فيه عن الترن وازاي تدرج التعليم المهاري للترن. ما تنساش طبعا اللايك، تعمل لي كومنت وتسيب لي تعليق وتقول لي انت بتمرن فين وبتتابعني منين، لان الفتره اللي جايه انا زي ما قلت لك بنزل فيديوهات متعلقه برياضه السباحه. يبقى احنا عايزين نركز في حاجه مهمه قوي، ان انا لو عايز اعلم السباح اللي معايا ترن يبقى انا ما ينفعش اعلمه ترن في تمرينه او اتنين. انا بحاول ادرج له التعليم. رقم 1 بعلمه ازاي يعمل بابلز من نوزه، رقم 2 بعد ما يتقنها بعلمه التقور، رقم 3 ببدأ أعلمه الشقلبة، رقم 4 بخليه يعتمد على نفسه ويدوس برجله جوه المية ويلف راسه علشان يوصل للدايرة كاملة. وضع الراس مهم جدا، البابلز ما بيقفش طول ما انت أثناء الترن، فعشان كده بنحاول نساعد السباحين في الأول.
في مهارة برضو يعني بتبقى متقدمة شوية ومش أي سباح بيعملها، إن هو بيقفل النفس بمناخيره بشفته اللي فوق. يعني الشفة اللي فوق ممكن نحطها عند المناخير، بس دي بتكون محتاجة تمرين وهي مهارة متقدمة جدا ومش أي سباح بيعرف يعملها الصراحة، إن هو بيقفل النفس بشفايفه. دي بتكون يعني مش اي حد برضو بيتكلم فيها ومش اي حد بيعملها، ولكن بتساعد شوية لو انت سباح طبعا مسافات طويلة وبتكون محتاج النفس اللي انت عايم بيه، فمش كل ترن انت بتعمل نفس. ولكن انا ضد تماما ان السباح يستخدم سدادة ويقول انا ما بعرفش اعمل بابلز من مناخيري. لا، اتعلم تعمل بابلز من مناخيرك، تعمل بابلز من بقك، تعمل بابلز من الاتنين مع بعض، بس في كل بابلز وليه وقت او ليه استخدام معين. البابلز بتاع البق بيكون ليه استخدام معين، البابلز بتاع النوز ليه استخدام معين، ولكن في الترن خلينا متفقين ان 100% لازم تطلع بابلز من نوزك، علشان لو ما عملتش كده يا بطل المية هتخش في جيوبك الأنفية، هتوصل الجيوب الأنفية العلوية وممكن تأثر على عينك وتحس ان انت مش قادر تقوم ومصدع جدا، ويفضل الموضوع ممتد معاك لساعات. يبقى انا في الاول كمدرب لازم اعلم السباحين اللي معايا ازاي يعملوا البابلز وازاي يكونوا متمكنين فيها. ازاي؟ ليها كذا شكل الصراحه، ليها كذا شكل. يعني انا برضو ما ينفعش اعلمهم ان هم يعملوا بابلز من نوزهم وهم واقفين في الوضع العادي، لا انا ممكن اخليهم يناموا باك على ظهرهم ويرجع ويبدا يعمل بابلز ويرجع راسه لورا قوي لغايه لما مناخيره تبدا تخش في الميه وهو مستمر في البابلز. هنا بتاكد تماما ان هو فعلا قوه دفع الهواء اقوى من قوه الميه اللي داخله في مناخيره، علشان كده هو ما دخلش ميه في الجيوب الانفيه واذته. يبقى مهم ان انا ابدا ادرج التعليم مهاره البابلز للسباحين اللي معايا لغايه لما اتاكد ان هم فعلا بيعملوا بابلز بشكل كويس. طريقه انحناء الراس برضه اتاكد بيها بمهاره التقور. ابدا اساعد السباحين في الاول واكد لهم على المهاره واوريهم عرض للمهاره كتير، زي ما احنا اتفقنا ان عرض المهاره ده شيء مهم جدا، وهو فعلا اللي بيخلي او بيخلي السباحين يكتسبوا المهاره. بكتر ما الكابتن بيعرض عليهم المهاره الشقلبه، مره جوه الميه اخلي السباحين يلبسوا النضاره وينزلوا يبصوا عليا جوه الميه، مره اخلي السباحين يطلعوا يقفوا فوق ويبصوا عليا، مره اخلي السباحين جوه الميه واقفين في زاويه رؤيه كويسه علشان اتاكد ان هم فعلا شايفين المهاره بتتعمل ازاي. كل الاشكال دي انا بحاول ان انا اوريها للسباحين علشان يكتسبوا المهاره، يبقى سمع الشرح النظري وشاف الاداء العملي وفهم الوضع بتاع الجسم بيكون عامل ازاي من كذا زاوية رؤية، ويبدأ السباح هو اللي يطبق المهارة دي بنفسه. طيب الاخطاء الشائعة ايه؟ زي ما قلت لكم السباح ما بيكملش اللفة، السباح ما بيطلعش بابلز، وضع الراس مش احسن حاجة، الضربة اللي جوه المية اللي بتساعد الجسم في الدوران ما بتبقاش موجودة. انا كمدرب لازم احدد المشكلة فين او الخطأ الفني فين علشان ابدا اشتغل عليه. طيب مهم جدا برضو ان انت تبقى عارف الاخطاء الفنية اللي ممكن يتعرض ليها السباح في قلب الترن علشان تعرف تتخطاها وتوصل بمستوى السباح ده ان هو يكون بيعرف يعمل مهارة الترن بشكل كويس. لو وصلت معايا لنهاية الفيديو انا اتمنى لك مشاهدة ممتعة وتكون فعلا استفدت وطلعت على الاقل بمعلومة واحدة من الفيديو ده. ما تنساش تعمل لنا لايك وتسيب لنا كومنت وتقول لنا انت بتمرن فين وبتتعلم سباحة فين، او تقول لنا انت بتتابعنا منين. مهم جدا يا بطل ان انت الفترة اللي جاية تتابعني علشان بنزل فيديوهات خاصة برياضة السباحة بنتكلم عن مهارات كتيرة قوي ان شاء الله تكون سبب في ان انت تكون سباح شاطر او ان انت تكون مدرب محترف او تكون متدرب بدأت معايا من الصفر ووصلت معايا لمستوى كويس، ويبقى يعني عملنا حاجة ان شاء الله تكون مفيدة ليك في المستقبل القريب. شكرا لكم على المتابعة واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله.